السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. جينا لكم بفيديو جديد وهنرد على طلبات اتسألت من بعض الناس. يجي ناس كتيرة بتتصل: يا أستاذ أحمد أنا أخويا مقبوض عليه في المركز بقاله يومين وما أعرفش عنه حاجة. يا أستاذ أحمد المركز خد أخويا مثلا 3 4 أيام وما عرضوش على النيابة. يا جماعة أنا بقول لكم الإجراء الصح القانوني. أنت مش هتقدر تخش تاخد أخوك من المركز بالعافية أو غصب عن الإدارة. إنما أنا بقول لك النهاردة في برقية لمساعد مدير الأمن، لمدير الأمن، للحكم دار، لمفتش الداخلية. أنت أخوك اتمسك ظلم وما معهوش حاجة وما معهوش قضايا وقاعد أكتر من 24 ساعة. اتوجه يا باشا. ده انت لو توجهت للنيابه العامه الموجوده في المركز التابع ليه انت، وعملت طلب ان اخويا محبوس في المركز وبدون وجه حق، بيخطر المركز بيطلب يجيبه ويعرضه بالاتهام اللي موجه اليه او انه يطلق سراحه ويخلي سبيله. فالنهارده البرقيه القانونيه اللي انت بتعملها بتثبت بيها حاله، حتى ان لو في مشاكل بينك ما بين المركز وانه هيحجز لك اخوك او ابوك او اي حد ايا كانت صفته وهيحط له حرز او يعمل له قضيه ملفقه بالبرقيه دي، انت لما بيتعامل بيها المحضر بتبوظ المحضر. انتظروني في فيديو جديد ومعلومه جديده.